بنسمع دايما عن الناس اللي بتروح تستلم الوحدات العقارية بتاعتهم سواء سكني أو إداري أو تجاري. بتلاقي الوحدة السكنية الديزاين بتاع المبنى أو الديزاين بتاع الفيلا متغير، مش ده اللي كان في البروشور. وبنسمع دايما إن المحل اللي أنا اشتريته أو المكتب اللي أنا اشتريته برضو مكانه بيتغير، مش ده اللي المفروض اللي تم الاتفاق عليه أثناء التعاقد. وكمان بنلاقي إن بعض الخدمات اللي موجودة جوه الماستر بلان بتتغير. فانا كعميل ازاي اتفادى المشكله دي؟ وايه اللي فعلا اللي حصل قبل كده من نماذج ناس راحت استلمت ولقت مشاكل كبيره جدا؟ انا في الفيديو ده حابب اطرح على حضراتكم المشاكل دي، وازاي تستفيدوا ان انتم ما تقعوش في المشكله دي بعد كده لو واجهتكم. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت. وخليني اعرض على حضراتكم المشاكل اللي واجهت الناس قبل كده. حضرتك بتروح مثلا تتعاقد على وحده سكنيه سواء فيلا او شقه او بنت هاوس او دوبلكس ايا يكن. بتروح حضرتك تتعاقد عليها بناء على ان في عقد ما بينك وما بين المطور بيقول ان الوحده السكنيه دي شكل العماره بيبقى عامل كذا، الخدمات اللي موجوده في المشروع عامله كذا، البيلدينج نفسه شكله الامكانيات اللي موجوده فيه بتلاقيها بمواصفات معينه، توزيعه الجيتدز بتاعت الكومباوند والاماكن الكلاب هاوس، لو هنا في نادي لو هنا في لاندسكيب. ممكن تروح يعني تشتري مثلا شقه سكنيه ان هي اتجاهها بحري تلاقي اتجاهها مش بحري، او تشتري شقه سكنيه يكون الفيو بتاعها اوبن فيو تلاقي عماره اتبنت قدامها. دي من المشاكل اللي واجهت الناس وهي رايحه تستلم. طيب، ال... في مشاكل تانية واجهت الناس اللي رايحة تشتري محلات تجارية أو مكاتب إدارية. بتلاقي مكان المحل نفسه اتغير، تقسيمته من جوه اتغيرت، نسبة التحميل بتاعته بقت أقل أو بقت أكتر، الخدمات اللي كانت موجودة في المول أو في المبنى ما بقتش موجودة. فده مشاكل بتواجه ناس كتيرة قوي وهي رايحة تستلم. طيب، بناء عليه هنا انت بتقابلك 6 مشاكل بتأثر على استثمارك. هقولهم لحضرتك سريعا، وفي اخر الفيديو هقول لحضرتك تعمل ايه عشان ما تقعش في المشكلة دي بعد كده. رقم 1، بتأثر على الاستثمار كفاليو، قيمة الفلوس اللي دفعتها. انت بتاخد فيها قيمة مقابل سعر. دفعت كتير عشان تاخد حاجة مميزة، مثلا شقة بحري اوبن فيو دور مميز خدمات معينة، فده بيكلفك اكتر، لان هتلاقي المطور دايما بيقول لك الشقة اللي الفيو بتاعها احلى بتبقى اغلى. اذا انت دفعت فلوس كده، ده ضرر ليك، اول ضرر ليك دفعت فلوس في حاجة وفي الحقيقة لما جيت تستلمها كانت مش بنفس المواصفات، فالسعر اللي دفعته اثر على السعر، يبقى مش قيمه مقابل سعر. ادي اول ضرر. تاني ضرر، لما تيجي تعمل لها ريسيل هتلاقي اللي بيشتري الشقه او الفيلا يقول لك لا انا اسف، انت حضرتك شقتك من المواصفات بتاعتها مش هي اللي متطابقه للعقد بتاعك. ادي تاني ضرر. تالت ضرر، ان انت حضرتك نفسك كنت ممكن تكون واخد الشقه دي لان انت عايز تستفيد منها، مش هتبيعها ولا هتأجرها ولا اي حاجه، بس كنت واخدها عشان تستفيد منها. فلما جيت تستفيد منها لقيت ان الفيو مختلفه، هي بتاثر على مصداقيه الشركه معاك، فبالتالي انت خدت حاجه هنا بيبقى غش تجاري. ده رقم 3. رقم 4، خسرت الفرصه البديله، لان ساعتها بيتعرض عليك كذا مشروع تاني في كذا حته، فالشركه قعدت تجذبك وتقول لك احنا، تجذب حضرتك للمشروع وتقول لك احنا عندنا مشاريع هنا افضل ومشاريع هنا افضل بقى عشان خاطر عاملين خدمات كذا، ودي مش في الحقيقه، او الديزاين بتاعنا شكله في ناس بتشتري عشان الشكل والديزاين. ادي رابع ضرر. خامس ضرر، الضرر النفسي والمعنوي، ده حضرتك خسرته. سادس ضرر، الضرر اللي هو بيقول عليه بقى الانفست ريشيو او الار او اي والار او اي، اللي هو جوده الاستثمار. ما انت الفلوس دي كان ممكن تعمل بيها كذا حاجه تانية. فهناك 6 اسباب بتخسرك لو جيت تشتري وحده والمطور ما كانش عنده مصداقيه معاك ووقعت في الفخ ده. طيب، الاداري والتجاري نفس الكلام بينطبق عليه، لو المحل مكانه اتغير، الخدمات اتغيرت، الفيو بتاع المحل اتغير، نشاط المحل اتغير، كل الحاجات دي بتأثر على الاستثمار. نصيحتي لحضرتك عشان وانت بتستلم الوحدة بتاعتك ما تقعش في المشكلة دي تاني، هقول لحضرتك حاجات تقدر تتأكد منها، يعني اشياء ملموسة، وحاجات مضطر ترجع فيها لهيستوري المطور. رقم 1، المطور اللي عمل نموذج قبل كده وسلمه صح
هو ده معيار بالنسبه لك ممكن يتخطى ال 30%. يعني لما تروح لسودك او بالم هيلز او اعمار او ماونتن فيو او البراند نيم دايما، ويقول لك انا هديك شقه مواصفاتها كذا او كذا، هتصدقه لان هو عنده سابقه اعمال واوريدي الناس عاشت وشافت. فبتقارن البروشور بالحقيقه والماستر بلان بالحقيقه، بتلاقي فعلا ده اتطبق. فيبقى ده اول معيار حضرتك ممكن تستدل بيه. رقم 2، تروح تسأل على القرار الوزاري اللي تمت الموافقة عليه ان الرسم الهندسي ده هو اللي هيتطبق. فالماستر بلان اللي السيلز بيوريها لك بيقول لك بص الله، هنا في لاندسكيب وهنا في خدمات كتيره، وهنا هتبقى مثلا هيبقى في هنا كلاب هاوس او اوت دور اكتيفيتيز، او بيحللك بالرسمه اللي انت بتشوفها. روح خد الرسمه دي واطلع بيها على الجهاز او شركه العاصمه او جهاز المدينه وتقول لهم هل المطور عدد العمارات، عدد الجيتس، عدد الكلاب هاوس، هنا منطقه خدمات، هنا شارع، هنا منطقه خضراء، هنا كل ده بيبقى موجود في القرار الوزاري او في الرسمه اللي بياخد عليها موافقه. طيب ده رقم 2. رقم 3، حضرتك تقدر تتاكد من الموضوع ده لو المطور جايب استشاري هندسي كبير ليه اسم كبير، فبيبقى عارف وبيختصر الطريق، بيبقى عارف ان بيبقى مذاكر الاشتراطات وكارت الوصف واشتراطات البنى هتبقى عامله ازاي، فبيطلع ماستر بلان مظبوطه. ده رقم 3. رقم 4، انزل حضرتك شوف المطور ده على الارض الواقع لو هو عنده نسبه انشاءات. يعني الفيلا بتاعتك ده الفيو بتاعها، ما هي المشاريع دي بتبقى تحت الانشاء، يعني انزل بص على ارض الواقع شوف ده بيبقى موجود فعليا ولا لا. رقم 4 او رقم 5، حضرتك بتقدر تسال وتستفسر عن ان المطور ده سمعته عامله ازاي. في حاجات هنا الحاجات اللي مش ملموسه بقى اللي ما تقدرش تلمسها. لو لقيت الناس دول عندهم انضباط في مثلا في الافتر سيلز وفي خدمه العملاء، كلامهم واحد، عقودهم واحده، تدخل الشركه تلاقي ان الدنيا ماشيه منظمه. الاتيتيود العام بيوريك منهج ودماغ الاونر صاحب الشركه، هل هو حد منضبط بيحترم مواعيده، بيحترم ان والله احنا هنسلمك في الوقت الفلاني، والله احنا هنديك خدمات كذا، والله احنا هنعمل كذا. لو لقيت اتيتيود الشركه معاك فيه انضباط، اعرف ان هيطبق ده في المشروع بتاعه. من اول ما تدخل تشوف شكل الموظفين في الشركه، والله صدقوني الكلام ده يعني يمكن بعيد شويه عن الشكل العملي، لكن فعليا ده بتلاقيه في الحقيقه. فدي شوية تول بسيطة تقدر ان انت تطمن ان المطور هيطلع لك من 80 ل 90% من اللي انت عايزه. طيب لو رحت بعد كل ده وما لقيتش الكلام ده مظبوط، يفضل من البداية في العقد انك تحط شروط. اذا مثلا لو القرار، لان مش معظم المطورين بيبيعوا قبل القرار الوزاري وقبل رخصة الانشاءات، والله لو القرار الوزاري او رخصه الانشاءات صدروا ولقينا في اختلاف في الرسم الهندسي او في شكل الوحده مما يؤثر على نسبه تميز الوحده اللي انا واخدها، لا هتعوضني بوحده احسن، لا هتعوضني بالفلوس بالفوائد اللي جت في ساعتها، لا اما هترجع الوحده بتاعتي. يعني في النهايه انا مش عايز اخسر كعميل. طيب ولو لقيت ده برضو، حضرتك حط بند، او يفضل ان انت يبقى فيه بند في العقد كمان بيشترط عليه ان هو ملزم ان هو يعمل ده، لان هرفع عليك قضيه ان ده هيبقى فيه غش، ان مكان الوحده اتغير. فكل ما الحاجات دي من البدايه خدت بالك منها كل ما يكون افضل. انا بصفتي استشاري عقاري وفريق العمل في شركه توب مانجمنت بنكون دايما 24 ساعه في خدمه حضراتكم. لو عايزين تسالونا عن المعلومات دي وازاي انك تاخد وحده مميزه، وحده تجيب لك اعلى عائد واعلى ايجار، او شقه سكنيه تضمن المواصفات بتاعتها تبقى عامله كده، تقدروا تبعتوا لنا في اي وقت على ارقامنا اللي قدامكم على الواتساب، واحنا في خدمتكم دايما. شكرا.